نيجيريا تتقدم لكن الكوديفوار تعود بقوة وتفوز بكأس إفريقيا. في نهائي مثير لبطولة كأس إفريقيا، شهدنا منافسة قوية بين منتخبي الكوديفوار ونيجيريا، حيث تقدم منتخب نيجيريا أولاً بفضل هدف مذهل في الشوط الأول. على الرغم من تقدم نيجيريا، إلا أن منتخب الكوديفوار رفع مستواه وعاد بقوة في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين لينتزع الفوز من نيجيريا ويحقق اللقب الغالي. بالرغم من البداية الصعبة وتأخرهم في النتيجة، إلا أن لاعبي الكوديفوار أظهروا إرادة قوية وروح مقاتلة للعودة في اللقاء وتحقيق الانتصار. وبفضل تنظيمهم الرائع وتركيزهم العالي، استطاعوا السيطرة على مجريات اللعب وتحقيق الفوز بأقصى جهد. بالإضافة إلى أداء اللاعبين على أرض الملعب، فإن دعم الجماهير كان له أثر كبير في تحفيز الفريق ودفعهم لتحقيق الفوز.